يا أهلا بيكم. الأسبوع ده في الكرة المصرية كان أسبوع حاسم بجد. مش بس مجرد ماتشات اتلعبت وخلصت، لأ، ده صراع حرفيا ممكن يغير شكل خريطة الدوري المصري كلها. وده اللي بيخلينا نسأل سؤال مهم قوي. هل الفلوس خلاص بقت هي اللي بتكتب قوانين اللعبة؟ الأحداث اللي شفناها بترسم لنا صورة واضحة جدا لصراع بين القوة المالية اللي طالعة جديد وبين الأندية الكبيرة، أندية الجماهير اللي تاريخها هو كل حاجة عندها. طيب خلينا نبدأ بأهم طرف في المعادلة الجديدة دي، وهو نادي بيراميدز، الفريق اللي بيجسد بالظبط فكرة إن الفلوس ممكن تعمل إيه في الكورة. بصوا، سر قوة بيراميدز الحقيقية مش في ال11 لاعب اللي في الملعب، لا خالص. السر في الدكة بتاعتهم. الناس اللي قاعدة بره دي ممكن تنزل تغير أي ماتش في 5 دقايق، وعشان كده دايما اسمهم مطروح كمرشح قوي في أي بطولة بيدخلوها. والمقارنة دي بقى بتلخص كل حاجة. على ناحية عندنا نموذج بيراميدز، فلوس، صفقات، تخطيط وإدارة صرف. وعلى الناحية التانية نموذج الزمالك، فريق قايم على الروح، حب الجمهور، الانتماء للتيشيرت، يعني فلسفتين مختلفتين تماما عن بعض. والجملة دي هي دي الخلاصة. الموضوع بقى بسيط وواضح. الكورة دلوقتي اللي معاه فلوس هو اللي بيعمل فرقة ويعرف ينافس بجد على القمة. طيب، وسط كل التغييرات دي وضع الأهلي إيه؟ القوة التقليدية الأكبر في مصر، يا ترى بيتعامل إزاي مع الخريطة الجديدة دي؟ خلينا نشوف. سيطرة الأهلي دي مش بس في الكورة، لأ. أوضح مثال شفناه قريب هو فوز فريق اليد على الزمالك في ماتش حاسم. ده بيورينا إن منظومة النادي كلها على بعضها لسه قوية جدا ومسيطرة. بس ده ما يمنعش إن طريق دوري الأبطال لسه صعب. الأهلي عنده ماتش صعب قوي قدام الترجي، ولو عدى هيلعب مع صن داونز اللي التحليل هنا بيشوف إنه فريق ممكن التغلب عليه، يعني مش خصم مستحيل. ويجي بقى للقصة الأكتر دراما الأسبوع ده، الظروف الصعبة جدا والمختلفة تماما اللي بيعيشها نادي الزمالك. ماتش الزمالك اللي جاي ده مش مجرد ماتش عادي، لا، ده عبارة عن مجموعة مشاكل متجمعة في وقت واحد، يعني تحدي ضخم بجد للعيبة وللجهاز الفني كله. عشان بس نتخيل الموقف عامل ازاي، التحليل هنا بيركز على ظروف اللعب اللي تكاد تكون مستحيلة. بنتكلم في رطوبة هتعدي 85%. وهنا بقى بنوصل لمعضلة كبيرة جدا، معضلة شخصية وفي نفس الوقت احترافية. حسب المصدر المدرب ساب القرار للعيبة نفسها، كل لاعب يقرر، والتوقع إن أغلب اللعيبة الأجانب غالبا هيفطروا عشان الماتش. وفي نفس الوقت اللي الزمالك كان بيعيش فيه المعضلة دي، كان في ماتش تاني بيتلعب في الكاس، ماتش محدش كان متوقع نتيجته، بس النتيجة دي أثرت تأثير مباشر على مستقبل الزمالك في الدوري. التحليل هنا بيتكلم عن النتيجة المفاجئة دي، ماتش الكاس اللي خلص بفوز طلائع الجيش على سيراميكا بضربات جزاء ماراثونية كانت كلها إثارة. والغريب هنا كان رد فعل جمهور الزمالك اللي احتفل بفوز طلائع الجيش كأنه فوز للزمالك بالظبط. طب ليه؟ لسبب استراتيجي مهم قوي بالنسبة لهم. الفكرة كلها أو النقطة المهمة إن الاحتفال ده ما كانش مجرد شماتة أو منافسة وخلاص، لأ، ده كان وراه تفكير استراتيجي، لأن النتيجة دي ممكن تخدم الزمالك جدا في سباق الدوري في الآخر. طيب تعالوا نبص على الصورة الأكبر شوية. المصدر هنا بيعلق على كام نقطة تانية ليها علاقة بمرتبات اللعيبة والقصص اللي الإعلام بيتكلم فيها عن الدوري. المصدر هنا بيطرح نقطة مهمة قوي، بيقول إزاي ممكن لاعب جامد جدا في طلائع الجيش مرتبه ما يكملش جزء بسيط من مرتب نجم من نجوم الدوري، مع إن أدائهم في الملعب ممكن يكون قريب جدا من بعض. وكمان التحليل بيتكلم عن واحدة من أشهر النظريات المؤامرة اللي بتتقال، اللي هي بتقول إن جدول الدوري اتعمل مخصوص عشان جمهور الأهلي يتعاقب ويتمنع من حضور ماتش القمة. المصدر هنا بيفكك النظرية دي وبيقول إنها يعني مجرد تخمينات ملهاش أساس. وده بيوصلنا للسؤال الأخير، بعد كل اللي شفناه ده، من قوة الفلوس لتحديات الأندية الكبيرة، هل إحنا فعلاً بنشوف بداية نهاية عصر القطبين؟ وهل خريطة الكورة في مصر بتتغير للأبد؟